السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي دفعة 2025. النهاردة معاكم مستر كريم صبري، وجاي النهاردة أخلص معاكم الفيديو الثالث والأخير لشرح يونت 5 يونت 6. شرحنا لكم في الفيديو الأولاني يونت 1 و 2، شرحنا لكم في الفيديو الثاني يونت 3 و 4، والنهاردة إن شاء الله الفيديو الأخير هشرح لك فيه يونت 5 ويونت 6. يلا بينا نبدأ كده النهاردة بيونت 5 اللي قدامنا على البورد ده، وهيكون بعنوان helping me helping you. يونت 5 بيتقسم لتو بارتس، لجزئين. تعال نبدا باول بارت عندنا وهو النسيسري، الضروره. في يونت 4 خدنا كلمه اسمها must، كانت بتستخدم للتعبير عن الالزام. باختصار كده اللي خدناها في يونت 4 كانت كلمه must، كانت كلمه سنجل، كانت بتستخدم للتعبير عن الالزام الداخلي. النهارده جايين نتكلم عن الالزام الخارجي، الشيء اللي انت مجبور تعمله غصب عنك. نتكلم على كلمه اسمها have to and has to. كلمة have لوحدها معناها يمتلك، ولكن لما نحط لها حرف الجر to ويجي بعد منها فعل في المصدر فتحولت إلى يجب أن، يبقى كلمة have to هنا جاية بمعنى يجب أن تستخدم للتعبير عن الإلزام في المضارع. كلمة have بتيجي مع الأي والوي واليو والزي وأي اسم جمع، وهاز تو بتيجي مع الهي والشي والإت وأي اسم مفرد. تعال ناخد كده المثال اللي عندنا على السبورة كده، هو بيقول لي you have to sleep early. ادي الضمير يو. خلي بالك ان مع كلمه ماست بتاعت الدرس اللي فات كنت بقول يو ماست، هي ماست، شي ماست، اي ضمير نحط مع كلمه ماست عادي. ولكن هنا الموضوع مختلف، لان انا عندي هاف تو بتيجي مع الاي والوي واليو والزوي بس واي اسم جمع، فقلت يو هاف تو وجبت بعدها سليب فعل في المصدر. طيب ولكن لما قلت هي فبقيت مجبر اقول هي هاز تو. he has to study hard، يجب ان هو يذاكر بجد، هو يجب انه يذاكر بجد. حلو جدا. طيب يعني انا كل اللي خدته دلوقتي ان have to بتيجي مع الاي والوي واليو والزي، وان has to بتيجي مع الهي والشي والات، والاثنين بديل كلمه must اللي هي كانت الزام داخلي ودول الزام خارجي. لعبتك كلها هنا بقى يا دكتور ازاي؟ لما نيجي نعمل نفي كنت انا بنفي الماست بماست، صح كده؟ ولكن have to has to هنفيها بكلمه اسمها don't و doesn't. don't و doesn't دونت احنا خدناها في الوحده الاولى. دونت كانت بتيجي مع الاي والوي واليو والزي واي اسم جمع، دونت كانت بتيجي مع الهي والشي والات واي اسم مفرد. ولكن اللعبه هنا بقى ان دونت ودازنت كان بيجي بعدهم المصدر، المصدر هنا اسمه هاف تو، وهي دي الفكره كلها. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا كده يو، فكده كده يو كانت فوق خدت هاف، فلما حطيت يو دونت بقت اسمها دونت هاف. بص كده، يو دونت هاف سليب ايرلي. اما الاختلاف بقى واللي بيلخبط الطلبه بتوعنا ان هو لما بيشوف كلمه هي بيبدا يتلخبط. اشمعنى؟ لان هي في العادي بتاخد هاز، ده في تكوين الجمله. بص يا عم، باختصار كده انت ما بتشوفش كلمه هاز دي غير وانت بتكون جمله بس اصلا. لان انت لما بتيجي تعمل النفي او هي كمان شويه نيجي نتكلم على السؤال، ففي تلك الحالتين دول ما بناخدش غير هاف بس. تعال اقول لك ازاي. في المثال اللي تحت خالص كده فوق بقى تحت عند البورد، بص كده، هي طبيعي انها تاخد دازن، ولكن اللي مش طبيعي ان هي بص تاخد ايه؟ هاف تو. ايه ده مش فاهم. يعني انا هنا هي خدت هاف، اقول لك اه عادي. امتى هي تاخد هاف؟ لما نحط ما بينهم كلمه دازن. نفس الفكره في السؤال. السؤال بيبدا بدو داز، اي سؤال معنى هل بنجاوب عليه بيس او نو ونبدل اول كلمتين. يعني ادي الدو جاي مع الاي واليو واليو والزي، هو داز جت مع الهي والشيت، ولكن برضه حطيت مين؟ هاف تو. طيب لما اجي اقول لك بقى كده داز يو، ادي هاف تو عادي. هنا داز هي برضه هاف. يعني انت عايز تقول ايه؟ بص يا عم، لحد كده الدرس البارت الاولاني ده كده اسئلته بتبقى ترتيبها كالتالي: واحد، يلعب معاك انه يجيب لك ضمير عكس الايه الفعل المساعد، الفعل الاساسي دوت. يعني يجيب لك مثلا هي مع الهاف فانت ترجع الهي ترجعها هاز مره ثانيه، او اجيب لك يو مع هاز فتخلي يو هاف، ولا او اجيب لك هاف من غير تو، او اجيب لك هاز من غير تو، او اجيب لك الضمير صح وهاف تو هاز تو صح، واجيب لك فعل مش في المصدر احط له ان جي اجيبه تصريف تاني. حلو. او اجيبها لك في جمله منفيه او سؤال، ففي الحالتين دول احنا بنستخدم هاف تو بس. حلو كده. طيب تعال اقول لك هنا على حاجه ملحوظه مهمه جدا كده على جنب قبل ما اكمل الدرس. انا عندي ام او از او ار دول فعل يكون في المضارع، وذا وير فعل يكون في الماضي، بين تصريف تاني، بينج استمراريه. خلي بالك ان انت بتستخدم كلمه بينج دي لما خدنا الماضي البسيط والماضي المستمر والروابط بتاعتهم.
طيب ما علينا. انا شايف الازرق ده كله انا ملوش غير مصدر واحد اسمه ايه؟ اسمه verb to be. يعني لو هو جاب لي you have to is am was being ايا كان، انا هستخدم كلمه واحده اللي هي اسمها be. بنفس الفكره لو جاب لي have او has او had فالمصدر بتاعهم اسمه have بس. طيب جاب لي do او does او did فالمصدر بتاعهم اسمه do. خلي بالك من الثلاث افعال دول لو جابهم لك في المكان ده او المكان ده او المكان ده فانا محتاج اللي موجودين بالاخضر اللي هي بي او هاف او دو. طيب تعالى بقى نطبق على ده كده بشكل عملي اكتر، وتعالى نحل الاسئله اللي قدامك الكومبليت دي ونشوف اجاباتها عامله ازاي. يا ريت توقف الفيديو وتحل الثلاث اسئله دول لوحدك وتشوف هتعرف تحلهم ولا لا، وبعد ما تحلهم شغل الفيديو مره تانية وشوف انت حليت معانا صح ولا لا. طيب تعالى ابدا معاك كده باول سؤال وهو بيقول لك you have to do you have to walk to school. حلو، هو بدأ بكلمة دو، سؤال سليم مفيش أي مشكلة فيه، وجاب يو الفاعل عادي جدا، وأدي هاف تو يعني هو جاب الدو والفاعل وهاف تو، يبقى هو محتاج مين يعني؟ محتاج الفعل في المصدر. طيب يبقى أنا هشيل كلمة ووكس دي وأرجعها لأصلها فهتبقى اسمها ووك بس. جملة رقم 2 بدأ بكلمة does. نادر ده اسم مفرد، المفرد فعلا بياخد هاز ولكن بياخد هاز في تكوين الجملة فقط. في السؤال والنفي هنشيل هاز ونخليها have، وخلي بالك ان هي اسمها have to عشان هي تو موجوده فانا كتبت كلمه have بس. المثال الثالث ده اللي كنت لسه بتكلم عليه من شويه وانا بقول لك، قال لك هي has to وجاب لي was، فالطلبه الجايه بتاعتنا يفتكر المضارع فيحط am او is او are. لا طبعا انا بعد have to has to محتاج فعل في المصدر فهحط كلمه be، وبكده نكون خلصنا الالزام بكلمه must وخلصنا الالزام بكلمه have to وhas to. يونت 4 ويونت 5. يبقى في يونت 5 جزئيه هنا اسمها should. تستخدم كلمة should للتعبير عن النصيحة في المضارع لما نحب ننصح حد. طب what difference between advice and necessary؟ advising اللي هي النصيحة ونecessary اللي هي الضرورة. advising النصيحة ديت واحد بيقولها لصاحبه، بقولها لواحد ما اعرفوش حد اكبر مني سنا، ولكن necessary شيء انت مجبر تعمله. النصيحة انا بقولها لك يا تعملها يا ما تعملهاش، ولكن الالزام انت مجبر تعمله. هنا بقى بنستخدم كلمة should بمعنى ينبغي ان، او shouldn't بمعنى لا ينبغي ان، وبيجي قبلهم السبجكت. وما دام كتبت لك السبجكت كده والسبجكت بالطريقه دي كده وما كتبتلكش اي تقسيمه يعني معنى كده انه بيجي مع كل الضمائر. يعني I should he should it should we should you should they should كل الضمائر تاخد should عادي. حلو، اهم حاجه نيجي برضو بعدهم الفعل فين؟ في المصدر. ولو should جت في الاول هيبقى معناها هل، واي سؤال معنى هل بنجاوب عليه بيس او نو ونبدل اول كلمتين. حلو جدا، اوعى تنسى السؤال ده بنفس النوتس اللي عندك هنا دي. طيب تعالى بقى يا سيدي نحل السؤال الاولاني. بيقول لي يو نوت شود سليب ليه؟ يعني هو هنا جاب كلمه شود، انت ينبغي عليك انك تنام متاخر. ليه تنام متاخر؟ اكيد لا، فانا هخليها شودن. يعني السؤال هنا بيعمل ايه؟ السؤال هنا هيلعب معاك بالفكره الاولى انه يجيب لك شود ويبقى عايز شودن، يا اما يجيبهم لك زي ما هم ويبقى عايز فعل في المصدر. يعني الدرس ده فيه فكرتين اتنين بس. يعني انا هنا يعني ثلاث افكار، هنا عندي فكرتين. طب تعال نشوف السؤال الثاني. زي شود وينت، ضحك عليه جاب لك كلمه وين. لو انت مش مذاكر الافعال الغير منتظمه وكتبتها كده كلمه جو فاجابتك هتبقى غلط لان مطلوب منك ترجع الفعل في المصدر. should we studied hard؟ studied لا طبعا يا مستر، نكتب كلمه study فعل في المصدر علشان يكون مع should بيجي معاها فعل في المصدر. كده انا خلصت معاك بارت 1 اللي كان بيتكلم على have to has to وكان بيتكلم على should الزام ونصيحه. تعالى بقى ننتقل على بارت 2 اسمه relative pronouns. What is the meaning of relative pronouns؟ بص يا عم، قبل ما اشرحه بالانجلش اصلا حابك تفهمه بالعربي الاول. الضمائر الوصل ده عباره عن جملتين، فاعل الجمله الاولى بيكون فاعل الجمله الثانيه، فانا بدل ما اكرره واكتبه مره كمان تاني بشيله واعوض عنه بمعنى كلمه الذي او التي او الذين او اللائي. حلو كده؟ طيب يعني مثلا بقول احمد بيكون دكتور، احمد بيفحص المرضى، بدل ما اقول احمد بيكون دكتور واحمد بيفحص المرضى بشيل احمد بتاعت الجمله الثانيه واقول احمد بيكون دكتور الذي يفحص الايه؟ المرضى. نهى طالبه، نهى تذاكر بجد، بدل ما اكتب نهى للمره الثانيه بقول نهى طالبه التي تذاكر بجد. فهي القصه بتاعت ضمائر الوصل ان هو بيعبر او بيدي معلومه زياده عن نفس فاعل الجمله الاولى من غير ما يذكره للمره الثانيه. تعالى كده نكتب مكتوب ايه؟ تستخدم جمل الوصل لكي نعطي معلومات اضافيه عن اسم معين. الاسم ده بقى ممكن يكون شخص، يعني قصده بيه عاقل، شيء
غير عاقل، مكان اللي هو بليس، وكمان ممكن يبقى وقت. حلو كده؟ طيب تعال نشوف الكلام ده نعمل بيه ازاي. بص يا عم، انت عندك كلمة هو معناها من، وعندك كلمة ويتش معناها اي او ايهما، وير اين، وين متى. ده لما يكون اخرهم علامة الاستفهام. حلو كده؟ اما لما تكون اخرها نقطة بتبقى معناها الذي او التي او الذين او اللي. طيب لما نحب نعبر عن لسه ايه ده بفاعل عاقل نعبر عنه بكلمة هو او بكلمة ذات. لما نحب نعبر عن حاجة غير عاقل بنعبر عنها بويتش او برضه بذات. ولما نحب نعبر عن مكان بنعبر عنه بوير. ولما نحب نعبر عن وقت بنعبر عنه بوين. طب ايه اللي انت كاتبه ده بقى؟ تعالى بقى اسمعني كده وركز معايا. انا من شويه لما كتبت لك علي is a doctor، علي is doctor not examines the patient، فقلنا هو او ممكن ذات. ليه بقى؟ لان لما سالت هو مين اللي بيتفحص، انا اسف مين اللي بيفحص المرضى، قالوا لي احمد، فساعتها حطيت كلمه هو. لما قلت نهى is a student not studied hard، فبرضه حطيت هو. مين اللي بيذاكر بجد؟ نهى، فحطيت لها برضه هو. حلو جدا. طيب لما اجي اقول بن از ريد، القلم الاحمر، نقط از جري، فساعتها هقول مين اللي بيكون عظيم او حلو جدا؟ القلم، يبقى ناخد هنا كده ويتش. حلو. لما اقول اكتوبر از مانث، نقط اي لايك ات، انا بحب ايه؟ بحب شهر اكتوبر، ودي حقيقه والله بحب شهر اكتوبر. فهنا كده ده كده يبقى انا احط هنا كده وين لانها بتعبر عن الوقت. حلو جدا. مشكلتك فين بقى؟ تعال اقول لك المشكله يا سيدي. لما اجي اقول لك this is school، نقط اي ليرن، اللي انا بتعلم فين؟ في المدرسه. فتقول لي ايه؟ فيجي طالب كده يروح في ايده كده في نص المجموعه يقول لي مستر هو ما ينفعش ويتش. فاقول له ليه قلت ويتش؟ يقول لي هو مش المكان ده اللي هي المدرسه اللي انت بتقول عليها مكان خدت وير؟ قلت له اه يا ابني. طب يقول لي طب هو مش المكان ده برضه غير عاقل؟ فساعتها اقول له عندك حق والله يا ابني. فساعتها انا مشكلتي بتيجي لما يجي لي مكان متكرر. لو كان عاقل خلاص كان هو، غير عاقل حطيت له ويتش. غير عاقل ده اللي هو القلم، الموبايل، الشنطه، مفيش فيها نقاش. وقت حطيت له هنا. مشكلتي في المكان كمكان. لما يجي مكان احط انا بقى وير ولا ويتش؟ هو ده السؤال دلوقتي. بص بقى، لو المكان ده جه بالغرض اللي اتنشأ من اجله حط له وير. لو المكان ده جه بغرض اخر غير اللي اتنشأ من اجله حط له ويتش. سيبك من كل الشرح الكتير اللي ملوش لازمه ده، وركز في الكلمتين دول تاني. ما تسمعش اي حاجه تانية غير هم دول هيحلوا لك الدنيا. لو المكان جه بالغرض اللي اتنشأ من اجله حط له وير. لو المكان جه بغرض اخر حط له ويتش. مش فاهم؟ من شويه انا كتبت لك school is great نقط I learn here، بتعلم هناك زي يعني. تعلم فين؟ في الماس. فاجي اسال الماس انت اتبنيتي عشان الطلبه تتعلم؟ يبقى وير. طب دي المدرسه اللي بابا جاي يزورك فيها او يسال عليك فيها، هل احنا بنمنع بابا يجي يزورك في المدرسه؟ اكيد لا. بس هي اتبنت عشان بابا يجي يزورك؟ لا، ده غرض اخر غير اللي اتنشأت من اجله. اعمله فيه مفيش مشكله، نقدر نجيب بابا يزورك في المدرسه، بس مش ده الغرض الاساسي. في ساعتها ياخد ويتش. طيب this is hospital، دي المستشفى اللي بنفحص فيها المرضى. المرضى بتفحص فين؟ في المستشفى. هي بقت عشان كده تبقى وير. برافو. طب دي المستشفى اللي انا رايح ازور فيها المرضى، هل هي مبنيه عشان تزور المرضى؟ لا طبعا، بس تعالى ازورهم مفيش مشكله. فتاخد مين بقى؟ ويتش. دي البلد اللي انا اتولدت فيها، هي موجوده عشان اتولدت فيها وكده، يبقى هنا وير. ده البيت اللي انا اتربي فيه، اتولدت فيه، عشت فيه، تبقى وير. طب ده البيت اللي من 3 ادوار، الجميل، الكبير، الصغير، تبقى ويتش. اخر حاجه بقى ان كلمه وير اللي بتعبر عن المكان بالغرض اللي اتنشأ من اجله بتساوي ويتش. ايه ده ازاي؟ ما تلخبطنيش. لا، ما هتساوي كلمه ويتش لما نحط لها حرف جر. ويتش لوحدها تعبر عن المكان بغرض اللي اتنشأ من اجله. ويتش مع حرف جر قبلها او بعدها ساعتها بقت بتساوي كلمه وير بالظبط بالمكان غلط بتنشأ من اجله. يبقى معلش اخر مره، يبقى ويتش لوحدها تعبر عن المكان بغرض اللي اتنشأ من اجله. وير تعبر عن المكان بالغرض اللي اتنشأ من اجله. ويتش مع حرف جر بتساوي كلمة وير ان هي مكان بالمكان اللي تكون ايه الغرض من اجله. حلو كده؟ وبكده يا سيدي نكون خلصنا لك يونت 5 بالكامل. يلا بينا بقى ما نضيعش وقت على يونت 6. يلا بينا بقى يا شباب على يونت 6 واخر وحدة عندنا عشان نقول لجرامر تاني اعدادي باي باي. يونت 6 بعنوان
different environment البيئات المختلفة. الدرس ده هيكون برضو في 2 grammars part 1 part 2. هنشوف part 1 بيتكلم على ايه. بص يا سيدي، المفروض ان part 1 بيتكلم على التساوي والمقارنة والتفضيل، خلاص كده، اللي هي الايه الكومباراتيف والسوبرليتيف وذا سيم اللي هي التساوي. ولكن قبل ما نشرح ده زي ما احنا متعودين بنحب دايما نجيب المعلومة من اولها خالص، فاحنا عايزين نبدأ الاول نقول لك what is the meaning of adjectives. يعني ايه adjective؟ كلمة adjective هي الصفة. الصفة هي اللي بتوصف الاسم. adjective describe nouns. الصفة تصف الاسم. حلو كده؟ كلام جميل قوي. الصفة اللي بتوصف الاسم ده بقى، الاسم ده ممكن يبقى عاقل وممكن يبقى غير عاقل. يعني اقول الولد سريع. مين اللي سريع؟ الولد. فسريع وصفت عاقل. العربية سريعة. سريعة وصفت مين؟ العربية. يبقى سريع هنا صفة وصفت الراجل اللي هو العاقل، وصفت العربية اللي هو غير عاقل. حلو؟ كلام جميل قوي. يبقى الصفة تصف الاسم. كلام جميل. ايه تاني؟ ليها شكلين او ليها نوعين، short ولونج. يعني ايه شورت؟ شورت يعني صفه قصيره، ولونج يعني صفه طويله. طيب الصفه القصيره بتتكون منين بقى يا ابني؟ من 5 حروف او اقل. اما الصفه الطويله بتتكون من 6 حروف او اكتر. تعال نشوف الكلام ده ازاي. كلمه فاست او صفه فاست. فاست يعني ايه يا ابني؟ فاست يعني سريع. حلو جدا. طيب هي كلمه سريع دي كام حرف؟ 4، تبقى شورت يعني قصيره. طيب كلمة يوسفول كم حرف؟ 6، يبقى صفة طويلة. طول معناها طويل، ولكنها كصفة صفة قصيرة. يبقى أنا كده كبداية عرفت معلومتين. adjective describe noun. adjective to has two nouns short and long. حلو. طيب تعالى بقى نبدأ بحاجة حاجة، لأن الدرس ده هيعتمد على إنك تبقى مركز كويس جدا في السؤال. نبدأ بأول حاجة التساوي. انا عشان اعمل تساوي بحط كلمه از قبل الصفه، واز بعد الصفه، وصفه ساده من غير اي حاجه. ميزه التساوي او الجميل في التساوي انه ولا ليه علاقه بصفات شاذه. ايه ده؟ هو في صفات شاذه؟ ما تستعجلش، اصبر. ولا ليه علاقه بصفات شاذه، ولا ليه علاقه بصفات طويله قصيره. از واز بتيجي مع اي حاجه. المهم انك تحط هنا از وهنا از وفي النص صفه ساده. يبقى التساوي بالنسبه لك ان انا بجيب كلمه از وكلمه از وفي وسطهم صفه قصيره طويله شاذه ايا كان هي مين. از واز دي ممكن نيجي قبل از نحط نوت كمان برضو عادي. اللي يهمني ان از واز يجي بعدهم صفه فاضيه. يعني في السؤال في الامتحان مثلا يجي يقول لي كده علي از تولر از. لا، مش دي تولر، لا، اسمها تول، اسمها يوسفول، اسمها كومفورتابل، اسمها بيوتيفول. المهم ان تبقى الصفه فاضيه من غير اي حاجه. تعال نشوف كده مستر كاتب ايه. مستر بيقول لي علي از، بص كده ركز، از واز اهم وسطهم كلمه تول او بيوتيفول. يعني علي is as tall as آدم، أو علي is as beautiful as آدم. يبقى as وas ولا علاقة بالصفة القصيرة ولا الطويلة ولا الشاذة. ده هنا أهو، لقيت as بحط لها as، لقيت as وas بجيب صفة سادة. شكرا. اللي بعد المقارنة. لازم المقارنة تكون بتتكلم على 2 بس. تاني، المقارنة تتكلم على 2، والتساوي برضه من 2. أنا مش هقصد 2 يعني شخصين، أنا أقصد كيانين، حاجتين مع بعض. كيان وكيان، فصل وفصل، شارع وشارع، منطقة ومنطقة، أو برضه مفرد ومفرد، أو جمع وجمع. المهم إن هم يكونوا كيانين منفصلين. حلو كده؟ طيب كلام جميل أوي. يبقى المقارنة تتكون من 2. طيب التساوي كان أز وآز صح؟ في المقارنة بقى أرجع أفكرك بمين ومين، بالشورت واللونج مرة تانية. لأن الصفة القصيرة هنزود بعدها، أما الصفة الطويلة فهنحط قبلها تاني. الكلام ده في المقارنة والتفضيل. لما يجي لك صفة، لو الصفة قصيرة بحط برافو بعدها، أما لو طويلة بحط قبلها. طيب رمز المقارنة هنا كلمة زان. يبقى أنا لما أشوف كلمة زان THAN أبقى متأكد إنها في المقارنة. لو هي صفة قصيرة بحط بعدها ER. طب لو صفة طويلة بحط قبلها كلمة more بمعنى أكثر، أو كلمة less بمعنى أقل. يبقى زن هنا ربط 3 كلمات، ER more less. ER مع الصفة القصيرة، more ولس مع الصفة الطويلة. ER بتيجي بعد الصفة، more ولس بتيجي قبل الصفة. تعال ناخد مثال. بيقول لي علي is، ركز كده، تول، حطيت لها مين هنا اهو؟ ER. برافو. تولر ايه بقى؟ تولر زان. فبقت علي is taller than أيمن. علي أطول من أيمن. ولكن في المثال الثاني قلت آدم is more beautiful than آسر. لو ابني سمع الفيديو هيموتني. طيب المهم ان انا هنا حطيت كلمة beautiful قبلها كلمة more،
وبعدها كلمه زان. فزان دي بتاعت دليل المقارنه. انا ممكن اشيل كلمه مور واحط لس، يعني اقول ادم عشان ما يزعلش ادم is less beautiful than اس، يعني ادم اقل جمالا من اس، او ادم اكثر جمالا من اس. في الامتحان يعني نحط مور نحط لس، ما ينفعش نحط الاثنين مع بعض. يبقى ركز معايا تاني كده اهو. لو لقيت از بحط لها از زيها، لقيت زان بحط اي ار او مور او لس، اي ار بعد الصفه، مور ولس قبل الصفه، طول ما في كلمه زان. لقيت ده بحط ده، لقيت ده بحط ده. تعالى بقى للتفضيل. اول حاجه عايز اعرفك على التفضيل ان هي لازم يكونوا اكتر من اتنين. يعني ايه اكتر من اتنين؟ يعني انا لازم اكون بتكلم على اكتر من شخصين، لان طول ما هم شخصين او مجموعتين يبقى انا في تساوي او في مقارنه. ولكن اول لما بقى ندخل نتكلم على التفضيل، يعني هبدا من رقم 3 وانت طالع بقى 3 4 اكش 3 مليار انت عايز، المهم ان التفضيل يكون اكتر من 2 وخلاص. رمز التفضيل بقى زان، يبقى رمز التساوي كان از، رمز المقارنه كان زان، رمز التفضيل زان. وزا بتيجي قبل النقط مش بعد النقط زي زان. طيب زا لما تبقى صفه قصيره، فاكر كنا بنقول ايه؟ الصفه القصيره بنحط بعدها، الصفه الطويله نحط قبلها. طب لما تبقى صفه قصيره نزود لها مين بقى؟ اي اس تي، يعني نقول tallest fastest. خلاص كده نحط للصفه الاضافات بعدها مش قبلها. اما لو صفه طويله بنحط بقى قبلها كلمه most، يعني الاكثر. دي بقى نطلع كده ما اسمهاش list، اسمها least، الاقل. يبقى ذا موست الاكثر، ذا ليست الاقل. طب تعالى كده بقى معايا كده قبل ما نكمل حل بقى. يعني انا بحل يا مستر الجمله اعمل ايه؟ اما انا ابص في الجمله كده بتاعتي اللي قدامي دي كده، لقيت از يبقى معاها از وصفه ساده، حاجه من دول السؤال، شكرا. لقيت زان يبقى انا محتاج اي ار او مور او لس، لقيت اي ار او مور او لس يبقى انا محتاج زان، لقيت صفه اخرها اي اس تي يبقى انا محتاج زا، لقيت كلمه موست او ليست فانا محتاج زا. طب لقيت كلمه لقيت كلمه موست او ليست او اس تي يبقى انا محتاج ازاي اللي هي دي تي اتش اي. حلو. طيب في بقى حاجه اخيره عايز اقول لك عليها، ان زي ما في افعال شاذه في صفات شاذه، وهي اللي قدامك على السبوره دي ومفيش غيرها، مش عايزك تحفظ غير دول. يعني ايه صفات شاذه؟ يعني كلمه جود الصفات دي ملهاش علاقه بالتساوي، لان التساوي ولا له علاقه بصفه قصيره ولا له علاقه بصفه طويله ولا له علاقه بالايه؟ بالصفات الشاذه. اما الكلام ده هيكون في التفضيل والمقارنه. جود المفروض هي صفه قصيره، المفروض ازود لها ار، اقول لك لا، كلمه جود هتبقى اسمها better، better than. ولو في التفضيل هتبقى the best، bad في المقارنه تبقى worse than. في التفضيل هتبقى اسمها the worst، the worst. far بمعنى بعيد، في المقارنه اسمها farther. وخلي بالك ان هي ممكن تبقى اف ايه او اف يو، في الحالتين صح. farther than the farthest الابعد، وبرضه هنا دي صفه شاذه. كلمه ميني معناها كثيرا بيجي بعدها اسم جمع يعد، ماتش معناها كثيرا بيجي بعدها اسم مفرد لا يعد، لان الاشياء التي لا تعد تعامل معامله المفرد، وما تنساش ده. طيب كلمه ميني ماتش تبقى مور ذان او موست اللي هي عندنا اصلا ذا موست، ليتل اللي هي قليل، وكمان في فيو كمان برضه بمعنى قليل، ليتل الجمع لا يعد وفيو قليل يعد. المقارنه اسمها ليس، والتفضيل بتاعهم اسمه ليست اللي بمعنى الاقل. طيب بعد ما خدت الاربع نقاط اللي هو التساوي والمقارنه والتفضيل والصفات الشاذه، تعالى بقى مع بعض نحل الكام سؤال اللي قدامك على البورد دول. انا رايي ليك انك توقف الفيديو وتحاول تحلهم، لان فيهم كام فكره حقيقي عايزك تفكر فيهم لوحدك تشوف هتعرف تحلهم ولا لا. طيب وبعد ما تبص عليهم قول لي عرفت بعد ما تشغل الفيديو يعني مره ثانيه قول لي عملتهم ازاي. طيب بص يا عم، انا ببص على الجمله بتاعتي كده اهو قدامي، بفكر معاك زيك بالظبط. بقول السويمنج از ريلاكسنج زي بوكسنج، يعني السباحه بتكون نقط البوكسنج. اول حاجه لفتت انتباهي انا كطالب وبتفرج اهو، ان ادي حاجه وادي حاجه، يعني كده بنتكلم على كام حاجه؟ اتنين، برافو عليك. يعني معنى كده ان انا خرجت من التفضيل، لان التفضيل لازم يكونوا اكتر من اتنين وبنذكر اسم واحد. عشان كده لما قلت هنا اهو، قلت علي از ذا تولست عشان انت تشرح الامثله، وهنا ادم از ذا موست بيوتيفول. هنا ذا موست بيوتيفول حطيت كلمه ذا موست عشان احط الصفه بعدها الطويله، وحطيت هنا اس تي بعد الصفه القصيره. طيب نرجع بقى لسؤالنا تاني. فكلمه ريلاكسنج هنا دي الصفه. طيب ممكن نبص كده بعدها لقيت كلمه مين، عيني لمحت كلمه مين؟ زان. فده دليل ان درس مقارنه. يبقى انا هنا بما ان هي مقارنه يبقى انا محتاج حاجه من ثلاثه، يا اي ار بعد الصفه القصيره يا مور لسه قبل الصفه الطويله. فلما نيجي نبص هنا على كلمه ريلاكسنج انا ادي حروفها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 كتير، طلعت صفه طويله. طيب بما ان هي صفه طويله احط لها اي ار،
لا احط لها مور اس. طب احط مور اس بعدها ولا قبلها؟ لا طبعا قبلها يا مستر. براحتك بقى يا عم، عايز تكتب مور ماشي، عايز تكتب ليس برضو ماشي، اللي رايحك اعمله. ده يعني انت عايز تكتب مور ريلاكسنج او ليس ريلاكسنج براحتك. ننزل على السؤال الثاني. which is not good rivers or ايه ده ثواني. بيقول لك ايهما احسن، اللي هو احسن ده ولا ده؟ نهر النيل ولا القناه ولا القناه. طيب فجاب كلمه جود. هو هنا بيتكلم على كام حاجه يا مستر؟ بيتكلم على حاجتين. خلي بالك ان كلمه which ممكن تيجي في سؤال مقارنه وممكن تيجي في سؤال تفضيل. يعني انا بقول لك ايهما الافضل في الفصل، انا اكيد مش بميز بين اثنين طلبه في الفصل، من اكتر من اثنين، فده تفضيل. فاقول which is the best، ذا بيست اللي هو ده صفه جود خدت منها بيست. فويتش مش دليل على ان هي مقارنه، دليل على ان هي تفضيل. انا ببص على تكمله السؤال، لو السؤال بيميز بين اتنين بس تبقى مقارنه، لو السؤال بيميز عن اكتر من اتنين تبقى تفضيل. طب هنا بيتكلم على حاجتين يبقى مقارنه، يبقى انا كده محتاج من جود كلمه مين؟ بيتر ولا بيست؟ برافو، محتاج كلمه بيتر بس، وده بيعتمد على حفظك للصفات الشاذه. طيب تعال نسال رقم 3. بيقول لك trains are comfortable than. امسك، لقيت كلمة مين؟ than، برافو عليك. بما اني لقيت كلمة than فدي صفة قصيرة طويلة؟ لا طويلة، وفي درس المقارنة يبقى انا هحط قبلها كلمة ايه؟ more comfortable او less comfortable. ايه الصح؟ الاثنين صح. عايز تكتب دي ماشي، تكتب دي ماشي، اللي رايحك الاثنين صح، بس اوعى تكتب الاثنين، اكتب واحدة من الاثنين. طيب رقم 4 بقى بيقول لك علي آسر is faster as آدم. ايه ده الحق، انا قابلت كلمة مين؟ از، واز ما بتجيش مع ده، لازم تيجي معاها اختها از زيها، فده معناه ان انا هحط از من عندي. طب ينفع از واز يجي معاهم صفة في ار؟ لا، الار دي كانت بتيجي مع ازاي؟ از واز بتيجي صفة من غير اي اضافات، فانا هحط هنا كلمة فاست من غير اي اضافات. طيب السؤال ده بقى هحط عليه نجمه كده وعلامه عشان اخلي بالي منه. ليه بقى يا مستر كريم؟ عشان السؤال ده بيلخبط. ازاي؟ هو هنا كتب ماي فازر از فاستر، فطبعا حضرتك زي الشاطر لقيت اسم واحد فهتقول لي لا فاست صفه قصيره فهنزود لها اس تي. كلام جميل صح، لان ده اكتر من اتنين، لان انا بقول لبابا الاسرع، اسرع حد انا اعرفه بابايا اسرع حد بالنسبه لي، فانا بقارنه بكل الناس اللي اعرفها. بس المشكله هنا فين بقى؟ ان اللي هيكتب في المثال ده ذا فاستست تبقى اجابته غلط. ليه يا مستر كريم؟ لان الاجابه هتبقى اسمها فاستست من غير زي. ايه ده ازاي؟ يعني انا هحط اي اس تي من غير زي؟ اقول لك تعالى بقى نرجع للنوتس دي. في القاعده دي بتقول ايه بقى يا سيدي؟ بتقول لك ان ازاي بتيجي مع الصفه القصيره بنزود لها اس تي، او بتيجي كلمه موست ليست لما يجي بعدها صفه طويله. قلت لك ولكن اذا اتى في اول الجمله حاجه من ثلاثه اسمها دول بقى ابوستروف اس الملكيه، ضمائر الملكيه. ابص اس الملكيه اللي هي مثلا ايه؟ علي's بوك، كتاب علي، او ضمائر الملكيه اللي هو ماي، هيم، هيز، هير، وهكذا. اخر حاجه بقى الاعداد الترتيبيه اللي هي كلمه فيرست، سكند، ثيرد. لما تجيلك حاجه من الحاجات دي كده احنا بنضحي بمين؟ بنضحي بالذات. يعني اللي جايه هنا اسمها ماي فازر از فاستست. طب لو انا شلت كلمه ماي بقت فازر از ذا فاست، لان شلت ضمير الملكيه، يبقى وجود ضمائر الملكيه اعداد ترتيبيه ابوستروف اس الملكيه بنضحي بكلمه ذا. ده صعب. يبقى انا كده بالنسبه لي فهمت بقى يعني ايه صفه، فهمت يعني ايه تساوي، يعني ايه مقارنه، تفضيل، ولا تنسى حفظ الصفات الغير منتظمه. ده كان بارت 1 في يونت 6 اللي كان بعنوان different environment، بيئات مختلفه. تعالى بقى نتكلم على بارت 2، وده درس جديد جدا بالنسبه لك واول مره تاخده في حياتك، ولازم تفهمه الاول عشان تقدر تشتغل عليه. بص يا عم، طول عمرك بتاخد من رابعه ابتدائي لحد اولى اعدادي او ثانيه اعدادي لحد ما احنا واقفين كده حاجه اسمها تنسز، الازمنه. بس طول عمرك كنت تاخدها في حاجه اسمها الاكتف، يعني في المبني للمعلوم. مبني للمعلوم يعني الجمله بادئه بالفعل. احنا النهارده بقى هنعلمك ازاي تاخد ده في المبني للمجهول. انا شرحتها لك بشكل مختلف عن الكتاب خالص عشان حابك تفهمها كده الاول. طيب ده انت خدته في يونت 1 بارت 1 في اول فيديو شرحته لك فيه البريزنت سيمبل بتفاصيل، فانا مش محتاج اراجعك عليه. لو انت عايز تراجع بقى شرح تفاصيل البريزنت سيمبل ممكن ترجع للفيديو الاولاني تعرف تفاصيل الاول، ولكن انا بتعامل دلوقتي مع طالب هو فاهم بالفعل يعني ايه بريزنت سيمبل. متفقين؟ طيب تعالى بقى اقول لك على حاجه، انا هغير اكتر من جمله. هنا علي ده بالنسبه لي فاعل، حد عنده اعتراض؟ طيب طول ما الجمله مبني للمعلوم، معلوم يعني بادئه بالفاعل يا ابني، فاللي قدامك دي معلوم، لان مع الاي واليو والزي واي اسم جمع بنحط المصدر، والهي والشي والات اسم مفرد بنحط اسم، ده كده اسمه مبني للمعلوم. قشطه؟ طيب
انا قلت علي بلايز بول، علي بيلعب كوره. انا هنا علي فاعل، وبلايز ده فعل، وبول ده مين؟ مفعول. انا بقى عشان اعمل جمله مبني للمجهول، بص انا بغنيها: المبني للمجهول يبدا بالمفعول، المبني للمجهول يبدا بالمفعول. ايه المفعول اللي عندك هنا؟ بول. ده معناه ان انت من النهارده لما يجي لك اي جمله اختيارات او صح او خطا، اول حاجه عينك هتيجي عليها او اول سؤال تساله لنفسك: هي الجمله بادئه بفاعل ولا بادئه بمفعول؟ تاني، الجمله بادئه بفاعل ولا بادئه بمفعول؟ طيب لو بادئه بمفعول زي اللي احنا هنبدا بقى نكتبها، يعني انا كده ابدا بكلمه بول اللي هي الكوره، كده مفعول، كده الجمله بقت مبني للمجهول لانها بدات المفعول. طيب الكوره دي مفرد ولا جمع؟ لو مفرد بنحط له از، ولو جمع بنحط له ار. ولا تنسى الاشياء التي لا تعد تعامل معامله المفرد. يعني انا كنت هجيب لك كده I drink water، فانا هبدا بوتر كمفعول، اقول ووتر از، لان الاشياء التي تعد تعامل معامله المفرد، فانا هقول بول از اهو. كلام جميل. مشكلتك بقى الكبيره ان انت دلوقتي بقيت محتاج حاجه اسمها التصريف الثالث للفعل. يعني ايه بقى تصريف ثالث للفعل؟ يعني زي بالظبط الفعل بتاع الماضي البسيط، في منه منتظم وغير منتظم. لو منتظم بنحط له ايدي زي التصريف الثاني بالظبط. يعني بلاي، بلايد، بلايد. ستادي، ستاديد، ستاديد. منتظم اهو، التاني زي التالت اهو، مفيش اي مشكله. مشكلتك بقى في الافعال الغير منتظمه، زي ما كنت بقول لك في الوحده الثانيه ان الافعال الغير منتظمه تحفظ كما هي، بقول لك دلوقتي في الوحده السادسه ان الافعال الغير منتظمه تحفظ كما هي لان ملهاش قاعده. زي مثلا جو تبقى وانت تصريف تاني، جان تصريف ثالث، الاول عكس الثاني عكس الثالث. طيب لما اجي اقول لك بقى كده مثلا كم، كيم، كم، الاول شبه الثالث. لما اقول لك بيلد، بيلت، بيلت، التاني شبه التالت. لما اقول لك بوت، 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 ده الاول شبه التاني شبه التاني. فانا عشان اجيب البيبي ده اللي هو الباست بارتيسيبل ولا التصريف التالت ده عن طريق حفظك للافعال، فانا قلت بول. كلمه بلاي ده فعل منتظم، فاقول بول از بلايد. عارف كده بقت معناها ايه؟ بقت معناها الكوره اتلعبت. مين اللي لعبها؟ ما نعرفش. احيانا بتيجي في جمل يبقى جايب لك كلمه باي اللي بتيجي بمعنى بواسطه، ونحط بعدها نائب الفعل يعني علي اللي هو عمل الجمله. يعني الجمله الطبيعيه بتاعت البريزنت سيمبل العادي اسمها علي بيلعب كوره، الباسف بتاعها اسمها الكوره اتلعبت بواسطه علي. حلو. مين شاطر يحل بقى اللي جايه؟ وقف الفيديو كده وحلها وانا هحلها لك. لو انت بعد ما وقفت وشغلت الفيديو تاني المفروض، فانا ابدا معاك بقى. مين المفعول؟ برافو، تي في. مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر، يعني احط له از، يبقى تي في از. يعني طب انا جالي في الامتحان، اكيد في الامتحان مش هيجي يقول لك ريرايت، انا بكتبها لك انك تعمل تكوينتها كلها في الامتحان. هيبقى جايب لك بول از، فانت تختار بلينج لا بليد، لان انت عندك المضارع المستمر كان بيجي معاه ام واز وار فيرب ان جي، بس ده لما يبدا بفاعل. دلوقتي احنا بقى عندنا ام واز وار معاهم ثلاث حاجات. ام واز وار لما بيقابلهم فعل ينفع يجي بعدهم اسم وصفه واي ان جي، ده كده مضارع بس مضارع مستمر مبني للمعلوم. اما ام واز وار لما يجي قبلها مفعول يجي بعدها تصريف تاني. يعني هنا بيقول لك تي، هل التلفزيون هيتفرج ولا هيتم مشاهدته؟ هيتم مشاهدته، يبقى نحطها واتشد مش واتشنج. عايز تكتب باي براحتك، بس هنحط ضمير مفعول بقى، بدل بايز هتبقى باي زم، شيل زي ونخليها زم. طيب لو انا بقى عملت الجمله دي كده، بدل ما اكتبها هي جوست، تعالى كده نعمل كده فكره جديده، وقلت كده هي doesn't go، هو ما راحش المدرسه. انا عايز اعملها مبني للمجهول، برضه هبدا بمين؟ هبدا بالسكول. حلو. طيب هنا بقى لما اجي مفرد، مفرد بس هل مفرد مثبت ولا مفرد منفي؟ ما كاتبها لك دازن، يبقى انا احطها از ولا احطها ازن؟ احطها طبعا ازن، يبقى سكول ازن. وكلمه جو بقى ده من ضمن الافعال الغير منتظمه، فانا هخليها جان او جون. يبقى المدرسه ما حدش راح لها، يبقى لو هي مثبته بخليها مثبته، لو هي منفيه هخليها منفيه، لو هو سؤال هخليه سؤال عادي جدا زي ما هو. اخر سؤال ده بقى انا هسيبه لكم تحلوه انتوا وتحطوه لنا في التعليقات، لو انت وصلت لحد الدقيقه عشان تتفرج عليه وتقول لنا انت بتفهم ولا ما شاء الله عليك زي الناس اللي نعرفهم الطبيعيين. وي سليب ات هوم. وبكده يا سيدي اكون خلصت لك شرح جرامر الصف الثاني الاعدادي بالكامل في 3 فيديوهات بس. بالتوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله في المراجعات النهائيه.